بقى احنا غسلنا المقليه اهو وحطيناها علشان نقلي فيهم الجناحه. الزيت اهو نضيف، لازم كده مع كل قليه نغير الزيت يا جماعه. وبرده واحنا بنقلي لو الزيت اتعكر او اتحرق بناخده نشيل الرواسب اللي فيه وبنحط زيت ايه نضيف. ولو كان هو كويس بنسيبه يعني، بس لو في رواسب مطرح الدقيق والبقسماط لان طبعا بيتحرق لازم نشيله عشان ما يمررش في الاكل. كده دلوقتي احنا هنتبل بقى طبعا الاجنحه وكده يا جماعه. رجعت لكم كده الاجنحه اهم اللي متبلين على بيات، والدبابيس اللي انا قلت لكم عليها اهي. مطرح ما كنت بخلي الصدار فبسيب العظمه دي اللي هي في الكتف بحته كده عشان اعملها مع الجناحه. والجناحه هنا انا بشيل الحته اللي هي الرفيعه برميها بخلي الجناح، والجناح باجي اشق منه حته كده اقطع في الجلد اهو، واقطع برده هنا عشان التتبيله ايه تدخل فيه يعني اهو. شوفوا ده كده وهنا عشان يتبل كله. بقطع الحته اللي هي الرفيعه دي. هنتبل ازاي؟ طبعا انا مطرح ما الدقيق والبقسماط والبيض اللي باللبن اللي اتبقى من البفتيك اهو حطيته في بولات جديده نظيفه وحطيته هنا وحطيت عليه بيضه. زودت هنا بيض لان لقيت البيض قليل. هعمل ايه؟ طبعا انت هتقول في مطابق ليه مش في المفروض، لان ده طبعا حتت صغيره. بس انا هزود بقى هنا ايه. طبعا انا بهرتهم برده لان زودت بقسماط زودت دقيق زودت بيضه، بس انا هنا هحط من بهارات الدجاج دي شويه هنا عشان بتبقى لها طعم حلو قوي. تمام. هنعمل ايه برده نفس اللي انا عملته في البفتيك اهو. هنحط هنا برده في الدقيق كده، نحط هنا في البيض اهي اهي. يستحسن ان انا اعمله بالشوك اهو ونصفيه حلو اهوت. نحط برده في البقسماط احاول كده ان انا اخده بالشوكه واغمسه في بقيه هعمله. طبعا انا مش عارفه املك قوي علشان انا ماسكه التليفون بايدي اهو، واخده من كده اهو واحطه في الطبق كده. بقى انا هخلص بقيه الكميه ونرجع نحمر مع بعض. اهو يا جماعه الحمام زي كنتاكي بالظبط. يبقى احنا كده اشتغلنا كل حاجه في السلق. لما بنيجي نقلي الصدر من العصر بنسيب الدبوسه اللي هي في الكتف كده عشان مع الجناح ونخلصهم كده ونعملهم اكله اقتصاديه حلوه اهي. ما كلفتناش حاجه، كانوا عندي في الثلاجه وعملتهم جنب البفتيك. اكله جديده من دي واكله جديده من البفتيك برضه، وهنشوف كل طريقه في الفيديو لوحده عشان ما يطولش عليكم الفيديو. والباقي اهو برضه يا جماعه اهو. وهنا الجناحه طلعتها اهو شوفوا زي كنتاكي بالظبط اهي. ودي الدبوسه برضه الباقي في المقلايه اهو. طلعوه ونشوف الشكل النهائي بتاعه. وده يا جماعه الطبق بتاعنا اللي هو بتاع الجناحه ودبوس الكتف اهو. بس هو سخن مش عارفه امسكه اهوت. وطبعا حاطه لسه على مناديل عشان تمتص الزيت بتاعه. حد يصدق بقى ان ده اجنحه وعملته زي كنتاكي وجميل جدا وريحته حلوه قوي. طبعا البهارات اللي فيه بهارات الفراخ جميله قوي. ونقول لكم مع السلامه بفيديو جديد واشوفكم على خير. مع السلامه. دول بقى الطبقين اهو مع بعض. طبق البفتيك اللي باللحمه وعدس ابو جبه والاقراص بتاعته اهي. طبعا انا عايزه اوريها لكم من جوه اهي. شوفوا عامله ازاي، شوفوا طريه وحلوه، وشوفوا عامله ازاي وطعمه جدا والبهارات فيها حلوه قوي. وده الطبق بتاع الاجنحه. وباي حاجه عندنا نعرف نعمل اكله سهله بسيطه مش مكلفه. في نهايه الفيديو اقول لكم مع السلامه.